يعني احنا برضو بنتكلم لسه من وسط يمكن اكتر من 700 صوت، صح كده؟ اختاروا فرح الديباني عشان تفوز بجائزة افضل مطربة اوبرا شابة في اوبرا باريس. بالظبط. اكيد الموضوع ده كان فيه مجهود كبير قوي وراه. عملتي كده ازاي واحنا بنتكلم في مئات الناس اللي كانوا معاكي؟ انا كنت بحضر للتجارب الصوتيه او الاوديشنز دي اكشلي من سنتين قبلها. كنت في المانيا وانا لسه بعمل ماجستير، فقعدت سنتين او اكتر من كده بحضر وبجهز نفسي ان انا اعملها. وانا متهيالي اللي خلاني يعني الموضوع يبقى يعدي كده ان انا كنت رايحه وانا اصلا مش عامله حسابي ان انا هتقبل. يعني انا ما كنتش اصلا بفكر ان انا عايزه اروح باريس وكده، انا قلت هروح اجرب وخلاص وهشوف وهعمل اللي عليا. فيعني الموضوع كان يمكن عشان كنت رايحه وانا من غير اي توقعات، فالموضوع حصل ما اعرفش حصل كده يعني. بس اكيد ده كمان من مجهودك، يعني برضو خلينا نقول انت بتحضري بقى سنتين. ده وقت كبير. طبعا كنت بجهز عامة بعد الماجستير بقى ان انا ابتدي اعمل اوديشنز، فكان اول اوديشن باريس واتقبلت فيه وخلاص. يعني ما نقدر نقول ان باريس هي يعني بلد الحظ بتاعت فرح، يعني بداية بقى من الجائزة لحد بقى الوقوف قدام الرئيس ماكرون. عايزة أعرف الكواليس وتقدري تقولي إن باريس فعلا حققت لك أحلامك بما إن هي بلد الأحلام. بصراحة يعني انتي خليتيني اخد بالي الموضوع ده دلوقتي، ان باريس فعلا اولا هي بلد الفن، كل الفنون. يعني مش ممكن كمية الحاجات اللي بتحصل في باريس في مجال الفنون والثقافة. وتاني حاجة فعلا ادتني كتير قوي وفتحت لي ابواب كتير جدا لا يعني عندك حق، هي فعلا بلد الاحلام حقيقي. مدينة الأحلام. مدينة الاحلام نقدر نقول فعلا صح. مدينة الأحلام طبعًا. بالنسبة للفرح طبعا حصل لي حاجات كتير قوي حلوة قوي ما كنتش متوقعها خالص في حياتي في باريس.